سؤال الاتش ار بيقبض كام؟ السؤال ده بيتسأل كتير جدا، ولكن هو ملهوش اجابه محدده، وده علشان الشركه بتحط معايير تانية كتير بتحط على اساسها المرتبات بعد كده. ولكن خلينا نسأل سؤال اهم: ازاي الاتش ار ممكن مرتبه يوصل ل 12 و20 الف جنيه؟ الاتش ار بيتحدد مرتبه على حسب الدرجه الوظيفيه بتاعته، دي اول حاجه. تاني حاجه، ايه هي المسؤوليات اللي هو هيقوم بيها في الشركه. تالت حاجة بقى ودي الأهم، عدد سنين الخبرة اللي هو مر بيها في حياته في المجال ده، وعلشان كده مرتبه وصل للرينج ده. بعد كده بنبدأ الخبرة تعلى معانا من أول سنة لحد مثلا 3 سنين، فيبدأ المرتب بتاعي يكون من 2000 ل 5000. وبعد كده مثلا ممكن يكون من سنة ونص لغاية سنتين 5 سنين نبدأ نعلى فوق ال 5000. وبعد كده كل ما الخبرة بتزيد وكل ما المسؤوليات بتزيد، فده بيوصلنا ل 12 أو ل 20 ألف جنيه.